استاذ رضا ابراهيم يا فندم. يا فندم، كان في نص في الكتاب المقدس بيقول قال الرب لرب اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. كنت عايز افهم يعني ايه النص ده. هو حضرتك انا مش خبير او مش فقيه عشان حد تسالني حاجه زي كده يا فندم. مش الكتاب المقدس بيقول المسيح فيه بيقول لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم الساكن فيكم؟ حضرتك افضل مني بكتير، لكن هو عموما بسرعه جدا قال الرب للرب يعني نؤمن ان الاب والابن والروح القدس اله واحد. تمام، اله واحد من ناحيه ايه؟ يعني من ناحيه لاهوته. بس هم 3 اشخاص. لا مش 3 اشخاص، مش الله هم 3 واحد. ذوات؟ طيب الله واحد. هو كلمه اقنوم يعني شخص، فلما بنقول 3 اقانيم يعني 3 اشخاص. لا اقنوم حضرتك، لا اقنوم يعني صفه مش شخص حضرتك. بقول لحضرتك الانبا رفائيل قال ان كلمه اقنوم يعني شخص. كان في اباء كليروس بيشرحوا الثالوث، واحنا عندنا التيار بتاع الشرح الاسلامي ان احنا كفر عشان بنعبد 3 الهه، فقالوا لهم لشعبنا يعني لا، كلمه اقنوم يعني صفه ذاتيه في الله، صفه ذاتيه، ودي موجوده ما زالت في كتب، ولما بيكتب حد حاجه عن الثالوث يبتدي بينقلها، لكن الحقيقه دي مش صح، تتجنبوا تستخدموها، لان ما يصحش ان المسيح بعد كل اللي عمله معانا نقول له انت حته صفه، مجرد انت صفه يعني. المسيح صفه؟ انت ممكن تكون شخص عندك صفات كثيره، لكن انت ما بتبقاش صفه، انت شخص. فالابن شخص والروح القدس شخص يتكلم ويرشد ويمنع ويسمح. منعني الروح قال لي الروح، راى الروح القدس ونحن، ده شخص ليه راي، بس مش هنستخدم كلمه شخص. مش معناها صفه، لان الصفه دي يبقى اقنوم واحد. لو احنا قلنا ان الاقانيم صفات يبقى بنتكلم عن ذات واحده. البابا تيموساوس بيقول البابا 22 لو كان الثالوث ذاتا واحده لبطل ذكر الثالوث، ما بقاش في ثالوث. حضرتك انا مش فاهم كويس، يبقى حضرتك تشوف حد فاهم عني بعد اذن حضرتك. يعني ما انا بقول لحضرتك ازاي حضرتك بتقول انا مش دارس، والمسيح نفسه كان بيقول لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم. طيب يا حبيبي حضرتك بقى بالروح القدس هتفهم. طب ما حضرتك بالروح القدس المفروض تجاوبني بقى، صح ولا انا غلطان؟ يعني الكتاب المقدس بيقول كونوا مستعدين دائما لمجاوبه كل من يسالكم عن سبب الحدث، ما حددش يعني في التليفون ولا مش في التليفون. سوري سامحني معلش، حضرتك بس مستليب عليك شاطر ودارس وفاهم وعارف الكتاب بيقول ايه، انا ما عنديش فكره قوي. بسم الصليب. ماشي يا فندم. الانبا رفائيل كان بيقول ان الناس اللي بتشكك في المسيحيه خلوا المسيحيين ينزلوا الكنيسه تاني ويسالوا. طيب هو انا بكلم مين؟ انا بكلم الخدام. مين الخدام دول؟ الخدام دول اللي تحت الكهنه في الكنيسه. يعني لو حد عنده سؤال مش قادر يروح يسال الكاهن بيروح يسال الخادم. طب والخادم بيقول ايه؟ زي ما قال كده استاذ رضا ابراهيم، كنيسه ابو سيفين حدائق المعادي.